إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء أحمد الله جل وعلا لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى أن جمعنا بكم في هذا اللقاء في هذه البلاد، بلاد نيجيريا، في هذه الدورة الطيبة المباركة، دورة العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى، نهضة الأمة بالتوحيد السليم والمنهج النبوي المستقيم. فجزاكم الله خيرا على هذه الدورة الطيبة النافعة، وجزا الله خيرا المشايخ الفضلاء والعلماء النجباء المشاركين في هذه الدورة الطيبة المباركة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وفقه الله تعالى، والشيخ عبد الغني عويسات الجزائري، حيث ذهب إلى هذه البلاد ليفيد أبناءه وإخوانه، فجزاه الله خير الجزاء وبارك الله فيه وفي عمره وعمله. فأنصح إخواني وأبنائي في بلاد نيجيريا بالاستفادة من هذا الشيخ المفضال والحرص على الانتفاع من هذه الدورة الطيبة المباركة. وكذا لا أنسى سائر المشايخ المشاركين، الشيخ سالم بامحرز، والشيخ عبد الحكيم دهاس، والشيخ سعد النايف، والشيخ موفق الجبوري، والشيخ نديم بن زياد، والشيخ زهير بن عيسى الهلالي. جزاكم الله خيرا على هذه الجهود الطيبة المباركة. وإن كلمتي المختصرة في هذه الدورة في فضائل التوحيد. وقبل البدء في ذكر شيء من فضائل التوحيد، أود أن أبين ما هو التوحيد على وجه الاختصار، لنعلم بعد ذلك فضائله. فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فالتوحيد معاشر المسلمين هو أول واجب على العبيد. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. التوحيد هو الحكمة التي لأجلها خلق الله الجن والإنس ليفردوه بالعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر الله الناس أجمعين بعبادته وحده مخلصين له. التوحيد هو حق الله عز وجل على العبيد. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. التوحيد هو إجماع دعوة الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. التوحيد شرط لقبول الأعمال الصالحة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد بين علماؤنا الأبرار أن القرآن كله في التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه القيم مدارج السالكين: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. ثم بين ذلك رحمة الله عليه. فعلينا أن نجد ونجتهد في تعلم التوحيد والعمل به، فالتوحيد هو أول الأمر وآخره. قال ابن القيم عليه رحمة الله: التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وذكر الحديث. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. ثم قال رحمة الله عليه: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره. نعم، فهذا الكلام الطيب النافع من هذا الإمام يبين لنا أهمية التوحيد وفضله، ومن فضائله وفضائله كثيرة. قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين المولى جل شأنه أن الذين آمنوا ووحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة
وهم المهتدون في الدنيا والآخرة. فبين ربنا جل وعلا أن أهل التوحيد هم أهل الأمن والهداية، وهذا من فضائل التوحيد. فاسع جاهدا أيها المسلم الكريم في معرفة التوحيد، ذلك بالتعلم وأخذ هذا العلم عن أهله، وأن تجاهد نفسك في العمل به، فالتوحيد خير الدنيا والآخرة. وقد عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب بابا في كتابه الماتع كتاب التوحيد، قال فيه: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وساق بعض الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلكم حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل التوحيد في هذا الحديث، وأن من مات موحدا أدخله الله جنته على ما كان من عمل. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث صحيح، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمة الله عليه في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم فضل التوحيد، وأن هذه الحسنة حسنة التوحيد هي أعظم الحسنات، وأن لا إله إلا الله شأنها عظيم، فاعلم معناها وحقق شروطها واجتنب نواقضها لتكون من أهلها، فينالك بإذن الله جل وعلا فضلها العميم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ أي هذه السجلات فيها أعماله التي عملها في الدنيا، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وغيره. فانظر رعاك الله إلى فضل التوحيد وإلى تكفيره الذنوب. فهذه البطاقة بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله توضع في كفة، وتوضع السجلات في كفة أخرى، نعم، فتطيش تلكم السجلات وتثقل البطاقة. فعلى العبد أن يحرص غاية الحرص على تعلم التوحيد،
فالله جل وعلا أمرنا بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأن يحرص أن يموت على التوحيد عالما به عاملا به. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والفضائل رعاكم الله كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، إذ رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء الذين حققوا التوحيد، حققوا الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتركوا الشرك أكبره وأصغره، وتركوا البدع، وتركوا ما يغضب الله جل وعلا، فيكرمهم المولى سبحانه أن يدخلهم جنات النعيم بغير حساب ولا عذاب. ثم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فعلينا أن نلجأ إلى ربنا وأن ندعوه أن يعيننا على أنفسنا، وأن يقبل بقلوبنا على طاعته، وأن يحبب إلينا الإيمان والطاعة، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.